السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بجماهير الكرة الجزائرية وجماهير اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي. 4 دلائل جزائرية من تسريبات تقرير مراقب مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان تفضح فساد المغرب والنادي المغربي بشكل رسمي وتلغي قرار الكاف باحتساب المباراة لصالح نهضة بركان 3-0، وكل ده طبعا هيؤدي في الاخر الى اعادة المباراة من مباراة واحدة ما فيهاش ذهاب واياب، مباراة واحدة هتكون على ارض محايدة. ال4 دلائل دول يا جماعة الخير من تسريبات مين؟ تقرير مراقب المباراة. تقرير مراقب المباراة اتكتب فيه ايه؟ لان ده اتاخد في الملف اللي اتبعت بشكل رسمي للفيفا، وفي تسريب خطير برضو يخص موقف الفيفا من ملف الاتحاد الجزائري لكرة القدم. تفاصيل كثيرة محتاجين نتكلم عنها، لكن قبل اي شيء حاول توصل صوتي لاكبر عدد من جماهير الجزائر. انا الفترة الاخيرة كل هدفي ان انا اوصل الافكار دي واضغط بالاداة الاعلامية بتاعتي ان الافكار دي تنتشر اكتر واكتر واكتر، لان انا بدعم الجزائر في مواقف كثيرة عملتها الفترة الاخيرة، زي عدم دعمها لشركة كوكاكولا، وتفاصيل كثيرة بتؤكد ان احنا كلنا لازم نقف جنب الجزائر. فبشكل عام انا بطلب منك انك تعمل لايك على الفيديو، اللايك مهم جدا علشان يوصل صوتي لكل واحد من بلد المليون شهيد، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، ويلا بينا ندخل في الدلائل الرسمية بتاعتنا اللي تم تسريبها من تقرير مراقب المباراة وتقرير حكم المباراة. تفاصيل كلها قدام حضرتك. اول تسريب، المفروض انه مراقب المباراة بيدون الأقمصة اللي مع فريق نهضة بركان، وبيدون الأقمصة اللي مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري. مراقب المباراة وحكم المباراة راحوا لحد اتحاد العاصمة، وجدوا ان اتحاد العاصمة معاه قميصين، قميص اساسي وقميص احتياطي. راحوا لحد فريق نهضة بركان، وجدوا ان معاه ولا قميص، لم يجدوا قمصان مع فريق نهضة بركان. سألوهم فين القميص بتاعكم؟ قالوا بمنتهى البساطة القميص بتاعنا محجوز في الجمارك وتم منعه، وتم التأكيد على ده وكتابته في التقرير. لكن تم برضو التأكيد في هذا التقرير ان المغرب او الفريق المغربي نهضة بركان لم يأتي بقميص بديل، لم يسافر من المغرب إلى الجزائر بقميص بديل أصلا، وده ضد القانون شكلا وموضوعا، ضد القانون شكلا وموضوعا. ما ينفعش انت دلوقتي تروح تلعب مباراة ومعاك قميص واحد شكل واحد. يعني انت دلوقتي لو انت رايح تعلن عن شيء او تدعم شيء في قضية معينة سياسية او دينية او عرقية انت رايح تدعمها، انا بكلمك على كلام موجود في اللوائح، انا مش بخترع الكلام ده، الكلام ده بحثنا عنه وقرينا عنه. فانت لو عايز تدعم قضية ما لازم يكون معاك بديل للفالنة، تيشيرت تاني، قميص تاني يكون مش بيدعم، علشان ما تجبرش الارض والدولة والمنظمة اللي انت رايح تشارك فيها ارض الجزائر ان هم يعترفوا بانتماءاتك وافكارك ومعتقداتك وكل الكلام ده. فريق نهضة بركان لم يأتي إلا بقميص واحد، وده أول دليل تم تسريبه، ده أول دليل تم تسريبه من تقرير مراقب مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان. تاني حاجة تم تسريبها من التقرير، ودي كلنا شفناها طبعا بس تم التأكيد عليها في التقرير برضو وصلت لي الأخبار دي، فكرة ان نادي نهضة بركان لم ينزل أصلا إلى الملعب، ما نزلش أصلا للملعب. طب ما واحد هيطلع يقول لي طب ما هو طبيعي ما ينزلش للملعب، ما ينزلش للملعب عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر معهوش قمصان. هينزل الملعب ازاي وهو التيشيرتات مش معاه، التيشيرتات محجوزه في الجمارك؟ انا عارف طبعا صوت المتابع المغربي اللي بيتابعني. طيب هو اصلا القمصان بتاعته فين؟ ما هو خطأ عدم نزول نهضة بركان الى الملعب مبني على الخطأ الاولاني، ان فريق نهضة بركان لم يأتي الى الجزائر الا وبحوزته قميص واحد.
إذا فالخطأ الثاني اللي تم التأكيد عليه في تقرير مراقب وحكم المباراة سواء ده أو ده، إنه فريق نهضة بركان لم ينزل إلى الملعب أصلا لأنه لم يحضر معه قميصا بديلا للذي احتجز في الجمارك. ركز معايا عشان تبقى فاهم، عشان ما يجيش حد يضحك عليك في النقاش ويفهمك ان موقف نهضة بركان سليم وان هم لم يظلموا اتحاد العاصمة وان الكاف القرار بتاعه ده لا غبار عليه. الكلام ده كله بدنجان ملوخية، ملوش معنى، ملوش معنى. انت ما تجيش على ارضي وتجبرني ان انا اشهر واعلن انتماءاتك وافكارك واقول لك تمام اوكي واسقف معاك وتغلبني او اغلبك وترفع التيشيرت في الاخر وتشاور على الحاجه اللي انا مش مقتنع بيها. مش من حقك، مش من حقك تعمل ده عندي. زي بالظبط ما يوسف عطال ذهب الى فرنسا ودعم القضيه الفلسطينيه وعملوا معاه ايه؟ عملوا معاه ايه وهو في فرنسا؟ حكموه بالقواعد الفرنسيه، حكموه بالقانون الفرنسي، حكموه بالمعتقدات الفرنسيه. شافوا ان ده ايه؟ شافوا ان ده تحريض بشكل او باخر. فعملوا ايه مع يوسف عطال؟ حكموه باللي بيفهموا بيه، بمعتقداته في فرنسا، معتقدات فرنسا. فانت دلوقتي برضو احنا عندنا عند وطن الجزائر في معتقدات معينه انت ما ينفعش تيجي تشوهها او تعارضها عن طريق الرياضه. تمام؟ ده بالنسبه لعدم نزول فريق نهضة بركان الى الملعب اصلا. تعال نروح بقى تفصيلة مهمة جدا 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 ودليل قوي على فساد المغرب. خد بالك الدليل ده محدش هيشير إليه وهيفتكروه كلام عادي. الدليل ده إن محكمة طاس المحكمة الدولية العليا قبلت بشكل رسمي زي ما الأخبار قدام حضرتك، قبلت بشكل رسمي ملف الجزائر. يعني بشكل رسمي دلوقتي ملف الجزائر واعتراض الجزائر واستئناف الجزائر في محكمة طاس المحكمة الدولية العليا التابعة للفيفا تم قبوله. الملف ده خلاص. يعني انت دلوقتي بكل بساطة تقدر تقول ان في ميعاد هيحدد في الايام القادمة علشان الاستئناف بشأن هذه القضية. لو القضية دي ملهاش وزن او القضية دي ملهاش حيثيات او اتحاد الجزائر او اتحاد العاصمة الجزائري ما عندوش حق ان هو يعمل الاستئناف ده ويرفض الظلم ده، كانت محكمة طاس لغت كل الكلام ده. كانت المحكمة الدولية ما وافقتش اصلا ولا صدعت نفسها ولا اعطت ميعاد لجلسة تخص هذه القضية او تناقش هذه القضية، وانما بشكل رسمي زي ما حضرتك شايف في الاخبار اهو في ميعاد رسمي هيحدد قريبا لمناقشة هذه القضية الجدلية اللي أثارت الرأي العام في المغرب والجزائر في الأيام القليلة الخمسة الأخيرة. تمام؟ فأنت دلوقتي بتتحدث عن إيه؟ عن دليل على فكرة مهم جدا. محكمة طاس المحكمة الدولية مش بتقبل كل القضايا، مش بتقبل أي قضية أو أي استئناف يتبعت لها، بيدرسوا الأمر كويس ولو لقوا إن فعلا من حق النادي ده أو المؤسسة دي أو الاتحاد ده إن هو يقدم استئناف، لو فعلا لقوا من حقه يعمل كده بيقبلوه. الموضوع قبولهم لهذا الاستئناف ده دليل قوي جدا على صحة موقف اتحاد العاصمة وصحة موقف الجزائر. تعال بقى نروح للدليل الأخير واللي احنا اتكلمنا عنه في بداية القضية خالص، وهو لوائح الفيفا. لوائح الفيفا بمنتهى البساطة يا جماعة الخير، وده اللي لما هتقوله لأي مغربي هيحاول يغير لك الكلام وخلاص، هيحاول يضحك عليك وينيمك ويغير لك الموضوع. ليه؟ لأن لوائح الفيفا بشكل رسمي بترفض كل الأفعال بتاعة المغرب من ساعة ما أتوا إلى الجزائر لحد دلوقتي. المغرب أو نهضة بركان المغربي بكل بساطة حاول أن يجبر الجزائر على تسييس الرياضة، ثم ألصق التهمة بعد ذلك في الجزائر أن الجزائر ذاتها هي التي تحاول تسييس الرياضة. انت فاهم الفكرة؟ يعني مش بس نهضة بركان حاول انه يسيس الرياضة، لا ده بعد كده لف الحبل على رقبة الجزائر وبيحاول يتهم الجزائر نفسها ان هي اللي بتحاول تسيس الرياضة، وان المفروض ان احنا لا نسيء النية او ان احنا نركز في الكرة وبس، نركز في الكرة وبس وما نفكرش في الإشارات اللي مكتوبة على التيشيرت ولا علم المغرب اللي بيضم الصحراء الغربية ولا أي شيء. المفروض إن احنا نركز في الملعب، نركز على البساط
ونفكنا ونترك هذه الأمور تماما، أمور الشعارات المكتوبة والمرسومة على قميص النادي المغربي نادي نهضة بركان. ده المطلوب من الجزائر، إن هي تدع كل هذه الأشياء جانبا وتركز على المباراة. إذن هم حاولوا أن يصلوا إلى الجزائر لتسييس المباراة لإيصال معلومات معينة، ثم ألصقوا التهمة في الجزائر أن الجزائر هي التي تحاول تسييس المباراة. وهذا أمر غريب بصراحة، أنا حتى الآن مش فاهمه بأي شكل من الأشكال، رغم أن قوانين الفيفا بشكل واضح وصريح أمام الجميع بتقول أن ده ممنوع. ممنوع، ما ينفعش انت تروح مباراة تعمل فيها كده، ما ينفعش انت تروح ارض تانية تعمل فيها كده. امتى شفنا قميص النادي المغربي اللي عليه خريطة خريطة المغرب؟ امتى شفنا قميص مغربي عليه خريطة المغرب؟ ده ما حصلش، لم نراه من قبل. فاشمعنى دلوقتي؟ فكل ده خطة مغربية واضحة علشان يوقعوا بالنادي الجزائري جوه المصيدة. وللأسف بسبب سذاجة الإدارة الجزائرية وسذاجة برضو مين؟ وليد صادي عنده سذاجة كبيرة بصراحة، خلته يقع في هذا الخطأ ويعمل بعض الممارسات، زي عمل تيشيرت مختلف لنادي نهضة بركان مش عليه الشعار او مش عليه الخريطة وكل الكلام ده. طبعا ده وقعنا في مشاكل مع الشركة الراعية الرسمية لنادي نهضة بركان اللي بتعمل لهم الألبسة، تفاصيل كثيرة جدا. لكن بشكل عام موقف الجزائر عند الفيفا موقف واضح وقوي وصريح، وبإذن الله هيكون في تعويضات قريبة جدا. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.